مساء الخير اعزائي المشاهدين. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد وجميل وصحي، وكلنا بنحتاج طبعا حاجه حلوه من الوقت من فتره للتانيه، بس ما نحسش بتأنيب ضمير. طيب، انا معايا دلوقتي هنعمل شوكولاته جميله وحاجه سويتي جميله. طيب انا عندي هنا 100 جرام عين جمل. تمام اهو، عاملاهم نص فرمه مش قوي، ونضربه ضرب متقطع عشان ما يبقاش زبده عين جمل. وفي مره كده هعمل لكم فيديو ازاي نعمل زبده عين الجمل. عندي هنا معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره قرفه. طبعا في ايديكي او في ايدك ان انت تشيل اي مكون انت غير مرغوب فيه. تمام، انا عاملاه شوكولاته حارقه للدهون. اوكي، وعندي هنا نص كيس نسكافيه، 30 جرام جوز هند مبشور اللي هو الخشن. تمام، عندي هنا كاكاو خام، عندي نوتيلا فيجن. اللي ما عندوش نوتيلا، انا حاطه في النوتيلا دي حاجات انت ممكن تشيلي النوتيلا دي خالص. تعملي ايه؟ تكتفي بكاكاو خام وتجيبي سكر ستيفيا. تمام، بس هتضيفي ايه؟ زيت جوز هند. اللي عايز يحط زبده يحط. تمام، انا ضايفه هنا في النوتيلا ديت زيت جوز هند وحاطه بذور الشيا اهو، حاطه بذور الشيا جواها وحاطه زيت جوز هند. طب اللي ما عندوش نوتيلا يجيب يا زبده وبذور الشيا وسكر ستيفيا بدل ديت. طب اللي ما عندوش نوتيلا هيسيح الزبده مع الكاكاو. تمام، على حمام بخار ميه. انا بختصر الفكره دي كلها وبجيب النوتيلا فيجن دايت. يعني هعمل ايه؟ نخش على طول، هنحط هنا جوز الهند. تمام، هنا نسكافيه سريع الذوبان، قرفة وجنزبيل. تمام، حطيت هنا، حاطه، تعالوا معايا كده، حاطه جيلاتين بقري اهو. فايدته ايه؟ مفيد جدا للمفاصل. وهحط قرفة، نخلط المكونات الجافة دي كلها مع بعض اهو. طبعا انا مش هضيف سكر ستيفيا لان انا هكتفي بالنوتيلا اللي عندي. لو احتجت اوكي. طيب انا عشان عندي هنا الكمية قليلة فانا هضيف كاكاو مثلا، احط معلقة كبيرة كاكاو. عشان عايزة اخليها دارك شوية، مضاد للأكسدة، مكونات جميلة جدا ومفيدة للعظم وللجسم. مضاد أكسدة، كاكاو مضاد أكسدة، عين الجمل أوميجا 3 مفيد للقلب. تمام، وصحية لأولادك.
هاجي بقى اجيب الايه، النوتيلا الفيجن. انزل عليها. طبعا زي ما احنا قلنا ممكن تعملي صوص دايت عبارة عن كاكاو خام وسكر ستيفيا وبذور الشيا. وعلى حمام بخار من المية على النار، وزبدة. انا حاطه هنا، ضايفه هنا زيت جوز هند، اخلط المكونات دي كلها مع بعض. وارجع لكم تاني. هبتدي اخلط. بعد ما خلطت المكونات دي احطها في قالب. انا جايبه قالب هنا، اي قالب عندك، واقطع هنا كيسه. تمام. واحط الخلطه دي كلها هنا. وبعدين هسويها عشان انا عايزه سمك معين، افردها بسمك معين. عشان احطها في الفريزر تجمد. طبعا ما اقولكوش طعمها جميل 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 جنب قهوه او جنب شاي ودايت. ما تتخنش، ناكل بدون حرمان. شعارنا الاكل بدون حرمان. انا عايزاها مش رفيعه قوي ومش تخينه. تمام. اهو. طبعا هتتمسك لما نحطها في الفريزر. اهو شايفين. اوكي. انا هحطها في الفريزر وهوريكم الشكل النهائي لما هتطلع وتتماسك. طبعا الزبده بتخليها تتماسك. تمام. كملوا معايا عشان نشوف النتيجه النهائيه للبار شوكولاته دوت الجميل. كملوا معايا. طيب رجعت لكم بعد ما قعدت 3-4 ساعات في الفريزر. تعالوا نفكها كده، هتعجبكم جدا. اهو شايفين المنظر. حاجه دايت وهيلثي مفيده جدا. تمام. دي بتتباع بره طبعا مش بكميه الفوائد دي كلها. حاجات غاليه جدا. الدارك اللي ب90 جنيه وكم 70 جرام على ما اعتقد. تمام. شايفين اهي. تعالوا نقطعها مع بعض. بتقطعيها حسب الكميه اللي انت عايزاها. زي البار، بتقطعها زي البار او المكعبات ناشفه. قطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاها تاكليها. دايت، حاجه دايت جميله تحرق الدهون وكل حاجه بالمعقول، يعني ما ناكلش منها كميه. تمام.
طيب هنعمل ايه بعد كده؟ تعالوا اقول لكم. شايفين المنظر؟ تعالوا اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، جميله جدا. ندوقها. تحفه. طعم النسكافيه جوه الشوكولاته بتعمل مزيج تحفه. تمام اهو. هنعمل ايه بقى عشان نحافظ عليها وناكلها وقت الحاجه؟ هجيب ورق فويل وهمسك قطعه شوكولاته اغلفها اهو. تمام. هخلص الكميه دي وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما خلصت الكميه، شايفين الكميه قد ايه؟ هجيب علبه اهي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. انتوا شايفين الكميه دي 14 قطعه شوكولاته دايت، مفيده للجسم وللصحه بدون تأنيب ضمير. تمام. نستخدمها بقى ايه وقت ما احنا عايزين نسحب منها، نحطها في التلاجة. تمام. ودي نسيت اقول لكم، دي كانت باقي شوكولاته بس عملتها برضو في كيسه اهي، بس شوكولاته بس بقى. وعين جمل شايفين اهو، تحفه. لذيذه. احلى عين جمل، احلى شوكولاته، بالهنا والشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما ننساش لايك سبسكرايب شير والاشتراك في قناه نهى ناجي كل ما يخص المرأة. باي باي.